وقعدنا نقول الأهلي وحشنا ووحشنا الأهلي يلعب، وفين الأهلي يا جدعان؟ 6 أسابيع والدنيا ملخبطة معانا ومفيش كورة في مصر ولا أهلي ولا غيره. مستنينا بقى الأهلي يلعب عشان خاطر الواحد يرجع شغفه تاني للكورة في مصر بصراحة، بعد المنتخب والأحداث الأخيرة للمنتخب والكلام ده كله. فاستنينا الأهلي، وأقرب ماتش للأهلي اللي هو كان امبارح ماتش شباب بلوزداد الجزائري. إن جيت للحق فكان ماتش بنادي ب 60 نيرة. ما توقعتوش إن هو يبقى بالشكل ده للأهلي. ما توقعتش إن في لعيبة بعينها تبقى موجودة في التشكيل بالشكل ده. في لعيبة مستواها من قبل التوقف الدولي وقبل الحوارات بتاعة بطولة أفريقيا مستمر لحد الآن، ودي هنجيلها. وفي ناس المفروض إن هي كانت تزيد، وإنها رجلها ما كانتش في الملعب لفترة كبيرة، فالمفروض إنها أول ما تنزل الملعب تديك أداء زي الفل. بس ده ما كانش موجود منهم، وده اللي اتصدمت منهم. وفي لعيبه كانت موجوده قبل التوقف الدولي، وموجوده مع المنتخب، وموجوده تاني في الماتش امبارح، وللاسف ما اقنعتنيش بادائها، وان انا اصلا يكاد يكون ان هم كانوا مش موجودين في الملعب اصلا. طيب، الجبهه اليمين كلها ما كانتش شغاله. محمد هاني ولا اكرم توفيق ولا طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر ده ايه الحلو اللي فيه يخلي كولر متمسك بيه بهذا الشكل؟ انا مش عارف. بس هو اكيد في حاجه، اكيد في حاجه احنا مش شايفينها، اكيد في حاجه بعيده عننا، اكيد في حاجه مش واضحه لينا. ما هو انا مش مقتنع ان لاعب بيديني اداء بالشكل دوت وانا كمدير فني برضه مصمم عليه. ما ي- يعقل؟ ما يعقلش. عشان نكون بس ايه، تبقى المشروطه محطوطه. انا ما شفتش طاهر محمد طاهر ده بيديني اداء من اول ما جه النادي اصلا. ده الفكره كلها ان هو كان بيقال او بيشاع في الوسط الرياضي في مصر او في الشارع الرياضي في مصر ان طاهر جاي ينسيني ايام رمضان صبحي. لا، في فرق كبير جدا سيد الرئيس، في فرق كبير في القدرات، في فرق كبير في مهارات اللعيبه بينها وبين بعض. طاهر بنيه جسمانيه كويس جدا. طاهر بيدافع كويس جدا، بس الوظائف الاساسيه للمركزه هي مش عنده ومش موجوده، فبالتالي انا بلاعب وينج. انا عندي كوينج، فوينج ده لازم يكون هجام، لازم يكون شويت على الجون، لازم يعرف مهاري، بيعرف يعدي من الاخر. فكل الوظائف بتاعه المركز بتاع الطاهر هي مش موجوده فيه. الحاجه الوحيده في الماتشات اللي بيلعب فيها طاهر بيكون حالته كويسه لما بيكون مرابط دماغه ويكون متعور، غير كده انت ما بتشوفش طاهر. اكرم ما شفتوش امبارح دور خالص. يمكن من وجهة نظري كان هو نفس المركز اللي بيلعب فيه في ماتش فلومينينس البرازيلي، وهو برضو كولر منزله عشان يرميه على الحته اليمين او الحته الشمال، معلش، لشباب بلوزداد. طيب، بس انت كدورك كاكرم فين؟ يعني انا امبارح تخيلت ان هو بيلعب امبارح ب 4 3 3 اللي هم عودنا عليه. بس انا تخيلت انه بيلعب باربعه، مروان واكرم وقدامهم امام والثلاثه اللي قدام. هي دي جت في تخيله اول ما شفت الاكرم بيعمل، لان اكرم ما كانش بيروح ما كانش بيزيد على المنطقه بتاعت الثلث الاخير في الملعب لشباب بلوزداد، ما كانش بيعملها خالص. فجيت انا حسبتها كده، طيب ما انت في حته تانية. كل شغل امام كان من على منطقه الشمال، اللي هي الحته اللي كان بيشتغل فيها مع حسين الشحات، ودي اكتر مركز او اكتر منطقه الاهلي كان شغال منها وبيعرف يروح ويهاجم شباب بلوزداد. دي الحته. طب فامام المفروض ان انت بتلعب ب 4 2 3، يعني 4 2 1 وقدامه الثلاثه، فالمفروض امام يكون متحرك في الحته بتاعت دايره قدام الدايره بتاعت نص الملعب بتاعت شامبيونز دي، في الحته دي كلها ماليها بمعنى اصح. بس هو كان مرمي على ناحيه الشمال، فبالتالي انت الحته اليمين دي مش في دماغك اصلا ومش موجوده. فانا مش فاهم ايه الدماغ بصراحه في الحته اللي زي دي. استغربت فيها. مش فاهم كولر كان دماغه فين بالظبط. حسين اداؤه لحد الان هو مقنع بالنسبه لي. الراجل بيعرف يعدي وبيعرف يروح، بس برضه كان عايز يظبط الحته الاخيره بتاعته. اللمسه الاخيره بتاعته ما كانتش احسن حاجه. من وجهه نظري ان ويلسون ما كانش موجود، نظرا لان الراجل اصلا ما كانش بيوصل له كوره. ما كانش في اي كوره بتوصل له خالص. فبالتالي انت الحكم عليه، وان انت حسب ما يشاع برضه في الفتره الاخيره ان الراجل كويس في التدريبات، والراجل كان بيسجل في الماتشات الوديه، والراجل اختلف تماما في حته المستوى البدني والمستوى الذهني وكل ده كله. بس انت امبارح ما ينفعش تحكم عليه في ماتش زي ده سكه ودغري، علشان الراجل اصلا ما كانش واقف على رجليه، او ما كانش بيجي له كور ان هو، او كان حد بيساعده ان هو يخليه يروح للجون. لان انت مهما كنت مدرب، عفوا، مهما كنت مهاجم فذ واحسن مهاجم في الدنيا كلها، فانت لازم اللي يساعدك، لازم اللي يجي يوصل لك كور.
بسم الله ما شاء الله امبارح الرجاله في الشوط الاول اصلا موديس تقريبا ما لمسش كوره، غير لما كانت بتتلعب له عرضيه واللي كان بتحسب فاول. الراجل امبارح كان حاسس، كنت انا حاسس منه ان هو خلاص بقى راجع جديد، كان جسمه حاسس ان هو، حسيت ان جسمه خسس شويه، والدنيا معاه كانت احسن بشكل كبير، وشكل العضلي والبدني بالنسبه له كان احسن فيما قبل التوقف. فانا مستني بصراحه من موديس حاجات كتير، لان انا مراهن عليه، مش عارف ليه بس انا مراهن عليه. زي ما انا كنت مراهن على خوسيلو في ريال مدريد، فانا مراهن على موديس مع الاهلي بصراحه، مستني ان انا اشوف له اداء في منتهى الجمال. والايام اللي فاتت، في الفترات اللي فاتت في التدريبات، الصحافه كلها كانت بتتكلم ان الراجل اتغير، والراجل بقى حابب النادي وحابب ان هو يبقى ليه مكان في النادي. نيجي لنقطه ياسر ابراهيم، وبعد ياسر مصطفى شوبير، بس خلينا في ياسر الاول، لان ياسر ده المفروض ياخد حقه تالت ومثلث بصراحه. الراجل ده اتظلم ظلم كبير جدا مع المنتخب، وكل الشارع الرياضي المصري كان بيطالب بياسر ابراهيم ان هو يبقى موجود مع المنتخب في بطوله افريقيا، وان هو يشارك اساسي، لان خط الدفاع او الجزء اللي كانوا بيلعبوا في الدفاع سواء محمد عبد المنعم واحمد حجازي كانوا في اسوأ فترات حياتهم في الكوره حرفيا ايام البطوله الافريقيه مع المنتخب. فاحنا كنا بنطالب دايما ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ده اللاعب حرفيا اللي انت بتعتمد عليه في اي وقت من الاوقات، تلاقيه بيلبي الندى بتاعك واللي يقول لك انا موجود معاك، ما تقلقش من اي حاجه. ياسر مستواه ثابت في اي وقت بيلعب، لازم يبقى مستواه ثابت. مش فارق معاه اي كلام الناس، مش فارق معاه اي حاجه، اهم حاجه ان انا اكون موجود ويعني وقت ما المدرب يحتاجني انا اكون موجود. فشابوه ياسر، شابوه بصراحه ان كولر رجع عليه ثقته التاني في نفسه، وحته اللي حصل في افريقيا الراجل ما تاثرش وما تهزش، ان هو كان مش في الحسبان، وفي لما لاعب الصبر الراجل دخل في الحسابات بتاعه فيتوريا، فان هو يرجع لك تاني بالقوه اللي كان عليها بسم الله ما شاء الله عليه، مش عايزين نحسده يعني، وان هو واقف على رجله على ارض صلبه زي ما بالشكل دوت. فحرفيا شابوه الكولر ان هو سواء هيئه نفسيا للمرحله دي، او ياسر ان هو ما حطش في دماغه اصلا اي كلام، او ما حطش في دماغه المرحله اللي فاتت ورماها خالص ورا ظهره، وان هو يبص في اللي جاي. فايا كان يعني اجمالي الموضوع بتاع ياسر ان هو حرفيا لا غنى عنه في دفاع الاهلي. ومش بس كده، متاكد ان في الفتره الجايه مع المنتخب هيبقى له دور كبير. مصطفى شوبير ما تهزش، ما قلقش، ما كنتش قلقان وهو واقف في المرمى احسن يكون يتهز ومخضوض خالص. الراجل طالع من الماتش وهو نجم الماتش، شايل كور كتير جدا، عامل اداء عالمي، عامل اداء ممتاز. حرفيا انا كنت بالنادي لازم الراجل يتهيأ للمرحله الجايه، وحرفيا المرحله الجايه لازم وجود مصطفى شوبير فيها، ولازم المرحله الجايه يبقى مصطفى شوبير موجود فيها عشان نكسب حارس بديل للشناوي، لان انت زي ما حصل للشناوي الفتره دي وقع منك، فبالتالي ان انت كنت لازم تهيئ البديل بتاعه في اقرب وقت. وبالتالي الراجل اصلا سنه صغير، فبالتالي ان هو اي مهاره هتبقى سهله على جسمه وعلى جسمانه البدني ان هو يكتسبها ويلعب بشكل اساسي. لازم مصطفى كان ياخد من بدري جدا عشان الفتره دي. محمد الشناوي يعني ظهر دعمه ليه على صوره على موقع التواصل الاجتماعي، وبصراحه احترمت فعلا الشناوي في لقطه زي ان شاء الله الجاي خير للاهلي، وان شاء الله لحد دلوقتي احنا متصدرين المجموعه. بس انا قلقان برضو لان احنا لازم نكسب، لازم عشان حتى نطمن ونتاهل اول مجموعه. بس هو الاهلي معودنا في المجموعات ان هو دايما بيوترنا واعصابنا بتبوظ، ونلاقي بص وصل نهائي وكسب البطوله، ده اللي احنا متعودين عليه من الاهلي. وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو او ما عجبكش بس هو ان شاء الله هيعجبك، ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تفعل زر الجرس. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتيره، وحضراتكم بالف خير. مع الف سلامه.